الحمد لله سنة 2023 قربت تخلص. دي كانت حتة سنة حروب ومشاكل اقتصادية وغلاء أسعار ومظاهرات وغيره. ده حتى الكون والطبيعة كانوا غضبانين، إعصار هنا وزلزال هناك وفيضان فين هنا. حد فيكم ممكن يقول طيب الأسعار والدولار والحرب ده فعل بشر، لكن الباقي دي كوارث طبيعية، غضب إله يعني. هتعترض على إرادة ربنا؟ لا استغفر الله العظيم، أنا ما أقصدش طبعا. بس الحقيقة أنا مش مقتنع قوي بحتة إن كل اللي حصل ده كان صدفة أو مجرد إن الأرض غضبانة. أقول لك تعال ندخل في الموضوع ونتناقش سوا في حلقتنا النهاردة عن الكوارث الطبيعية القابلة للتصنيع. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. قبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة خليني أسألك سؤال. تفتكر إحنا ليه كبشر نقدر نصنع زلزال أو نعمل إعصار مثلا أو نخلق مطر وتلج صناعي؟ يعني في إنسان يقدر يتحكم في المناخ؟ من زمان جدا وإحنا عارفين إن الأعاصير والبراكين والزلازل والعواصف ده شيء ما ينفعش بشر يتدخل فيه، آخرنا خالص نرصده، لكن نتحكم فيه ده صعب شوية. لكن يا عزيزي مع تقدم التكنولوجيا بقى تقريبا كل شيء ممكن. تعال أعرفك إزاي الإنسان بيتحكم في الطقس والحاجات الطبيعية دي كلها، وركز معايا جامد. كلمة السر هنا هي مشروع هارب، وهو من أكبر مشاريع التحكم في الطقس في العالم كله. مش مجرد طقس بس، لا، المشروع بيقدر يعمل براكين وزلازل ويقدر يعمله تسونامي كمان. المشروع ده موجود في ألاسكا في أمريكا بالمناسبة، وبيدير المشروع ده البحرية الأمريكية وقوات الطيران. المشروع يا سيدي عبارة عن مجموعة هوائيات كبيرة بتطلق مجموعات مكثفة بتقدر تشيل بعض من المناطق من الغلاف الجوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقدر تعمل زي سحابة كبيرة من الموجات دي، والغلاف الجوي ساعتها ما يبقاش ليه تأثير تحت المنطقة اللي فوقيها سحابة الموجات. وكمان يقدر يطلق غازات بتتحكم في الطقس، يقدر يكثف السحب ويعمل أمطار، ويقدر يعمل برودة أو حرارة في أي وقت من السنة. المشروع ده هو جزء من الأسلحة المستقبلية، لأن الموضوع ما بقاش مجرد أسلحة نارية والجو ده، لا خلاص. ده غير إنه يقدر بكل بساطة يحدد منطقة ويعمل فيها أعاصير أو يعيد تنشيط براكين أو زلازل زي ما هو عاوز. والأخطر إن في جزء من المشروع ده بيبعت موجات تانية بتصيب الجهاز العصبي للإنسان، وده بيعمل أمراض كتير زي السرطان وتلف الأعصاب. ومشروع هارب يقدر بكل بساطة يسيطر على المجال الكهرومغناطيسي للأرض. طيب ده لو حصل نتيجته ممكن تبقى إيه؟ كل حاجة حرفيا، كل حاجة تتخيلها ينفع تتعمل يا عزيزي. زلزال في منطقة معينة يقدر ينشط بركان لو كان خامد من ملايين السنين، تقدر تعمل إعصار في وقت مفهوش هوا حتى. وخلينا أقول لك إنه في عام 2015 اتسمع صوت في بلدان كتير جاي من السماء، صوت أبواق، واتسمت الظاهرة بأصوات أبواق السماء. والتفسير العلمي اللي اتقال إنه ممكن الأرض بسبب التصدعات والزلازل تسبب موجات تبقى مسموعة. بس هل تبقى مسموعة للدرجة دي؟ في فيديوهات كتير اتصورت وقت الصوت ده، ووقت الصوت ده ظهر زي فتحات أو فجوات سودة في السماء في نفس الوقت. والأهم من الأصوات دي تابعها حدوث زلازل، وتم اتهام مشروع هارب في الزلازل اللي اجتاحت العالم في النيبال وأيسلندا وأندونيسيا والإكوادور واليابان. وكل ده حصل من غير سابق إنذار، فجأة كده. المشكلة إن أجهزة الرصد ما رصدتش أي حاجة، هو الزلزال بيحصل فجأة. طيب ما هو يمكن بريء وكل ده طبيعي. طيب سيبنا من مشروع هارب ده خالص، تعال نتكلم في حاجة تانية. مشروع سيرن ده أكبر مركز لأبحاث الجسيمات في العالم تقريبا. الموضوع لافف شوية ومعقد شويتين، بس أنا هحاول أبسطه لك على قد ما أقدر. الهدف من سيرن هو محاولة فهم بداية الكون. بيدوروا على نواة الخلق. كل الكلام اللي هنا ده نظرياتهم وأبحاثهم، أنا بحكي لك مش أكتر. ونواة الخلق دي بيقولوا إنها حاجة داخلة في تركيب أي مخلوق على الأرض، وبيحاولوا يفهموا ده حصل إزاي وكيفية تمدد الفضاء ونشأة الكون. وطبعا كل ده حصل على حسب اعتقادهم من الانفجار العظيم في بداية الكون. ونظرية الانفجار العظيم دي بتقول إن الكون تكون من تصادم ذرات ببعضها وأنتجت كل اللي احنا عايشين فيه ده. وفي منظمة سيرن عاوزين يوصلوا لفكرة الانفجار وحصلت إزاي
وعاوزين يعملوا انفجار تاني مصنع بإيديهم علشان ينفوا فكرة الخالق سبحانه وتعالى، وينفوا إن فيه إله للكون تعالى الله عن هذا علوا كبيرا طبعا. المهم إن هم عاوزين يوصلوا إنهم يقدروا يعملوا كون زيه عادي، فاهم الفكرة؟ وده بيتعمل عليه تجارب كتير في المنظمة دي. وفي نفق تحت الأرض بيتم فيه تصادم الذرات ببعضها بسرعة قريبة من سرعة الضوء على أمل إنهم يعملوا حاجة زي الانفجار العظيم. ومن فترة ظهر مقال عن اختفاء عالم فيزيائي كان بيعمل صيانة لبعض الأنابيب في النفق ده، وبعد أبحاث كتير اكتشفوا إن العالم ده اتشفط من ثقب أسود اتعمل في تجربة من تجارب تصادم الذرات في النفق. كاميرات المراقبة اللي صورت اللي حصل كله اتحرقت كلها بالمناسبة بعد الحادثة دي، وبعدها عملوا ثقوب سوداء أكتر علشان يحاولوا يتواصلوا مع زميلهم ده، لكن من غير فايدة. وعالم الفيزياء ستيفن هوكينج قال إن لو استمرت التجارب في سيرن هيعملوا ثقب أسود عملاق هيبلع الأرض كلها في مرة. ومن هنا بدأت الناس تشكك في نواياهم، لأن الحقيقة هم كل حاجة عندهم غريبة ومريبة. ده حتى الشعار بتاع المنظمة هو دمج الرقم 666، وده طبعا رمز إبليس، وبرضه بيرمز لنهاية العالم وخروج المسيح الدجال. وغير كده تم اختيار تمثال آلهة الهلاك والدمار عند الهندوسيين وحطوا تمثالها جوه المشروع ده. طب أقول لك على الكبيرة، في تصوير تم تسريبه لناس لابسة أسود بتعمل طقوس قدام التمثال ده في المنظمة، وكان معاهم بنت قلعت العباية السوداء اللي كانت لابساها وكانت لابسة أبيض تحتها ونامت على الأرض، وواحد بيجي يضربها بسكينة. منظمة سيرن قالت إيه بقى؟ إن دي خدعة من الموظفين ومجرد مقلب، بيهزروا يا جماعة. لكن لأ، اللي حصل ده طقس من طقوس عبادة الشياطين، وده واضح جدا وضوح الشمس، مش محتاجة حاجة. بس خليني أقول لك إن ممول المشروع كله هي عيلة روتشيلد. أيوة، هم بعينهم اللي حكينا لك عنهم قبل كده، اللي قلبين الدنيا دول. بص الموضوع جاي إزاي أو متفرع إزاي. الجماعة دي في كل حتة حواليك حرفيا بلا مبالغة، ومسيطرة على كل حاجة تتخيلها. العالم بالنسبة لهم لعبة مش أكتر. لسه برضو مش مصدق إن الزلازل ممكن تبقى مصنعة؟ الكوارث الطبيعية بقى سهل جدا تبقى صناعية، سواء زلزال أو طوفان. يعني مثلا أحرك بركان خامد بقنبلة ذرية صغيرة قوي، وده هينشط البركان ويعمل زلزال في نفس الوقت، ودي طريقة بسيطة قوي. فكرة الحروب العادية بقت قديمة شوية، احنا عاوزين نخف العالم كده من غير ما يكون لينا يد في حاجة. أصل كلها مشاكل طبيعية، يعني هنروح بعيد ليه؟ هي القنابل الجرثومية والأسلحة الكيماوية دي اللي بتعمل وباء دي مش أمراض مصنعة؟ مش يمكن إنفلونزا الطيور والخنازير والطاعون وكورونا وخلافهم يكونوا مصنعين؟ الناس اللي تقدر تتحكم في المناخ والزلازل ومنسوب المية في البحر مش هتقدر تعمل ده؟ ما اللي صنع قنبلة جرثومية تنشر وباء في الأرض يقدر يخلق كوارث بيئية عادي. انت عارف السنة دي حصل كام زلزال وكام كارثة طبيعية؟ يا سيدي ده أنا في مرة من المرات المطر مطرت عادي في جو أساسا ما يوحيش بالمطر. أنا الأول قلت يلا المطر خير، لكني اتفاجئت ببقع شبه الجير كده. هو من إمتى المطر بيعمل بقع جير على الهدوم؟ وده حصل في أكتر من منطقة نفس نوع المطر الغريب. هل تفتكر كل ده صدفة؟ بدأنا بزلزال تركيا، إعصار في فلوريدا، فيضان في روسيا، فيضان في تركيا، عاصفة في ألمانيا، فيضان في إيطاليا، أمطار غزيرة جدا في أستراليا، انفجار براكين في كولومبيا، انهيار جبلي في فرنسا، عاصفة في إسبانيا، حرائق غابات في لوسندا، عواصف في الصين، زلازل في الهند، عاصفة في السعودية، إعصار ناري في كندا، كسور الجسور في الصين، فيضان النرويج، وأخيرا المغرب وليبيا. كل ده عادي وبيحصل كل سنة. أنا قلت لك بس جزء من اللي حصل، لكن السنة دي أكتر سنة فيها كم أحداث غير طبيعية حصلت ولسه هتحصل، وكلهم ورا بعض بشكل غريب. طب إزاي؟ طبعا قدرة ربنا فوق كل شيء، ودي حاجة ما فيهاش نقاش. بس خلينا نفكر شوية بالعقل. ليه الزلازل بتضرب مناطق فيها جسور بس؟ الجسور تنهار تعمل فيضان تمسح شوية بشر محترمين، أو تمسح مدينة كاملة عادي. بس كده يا سيدي. أنا قلت أحكي لك الحكاية دي علشان تفكر شوية معايا، على الأقل نبقى فاهمين الواقع اللي احنا عايشين فيه. ولو حتى انت شايفني مزودها قول لي برضو، أهو منكم نستفيد. هبقى استنى أعرف رأيك. أما أنا فهقابلكم الحلقة الجاية، وإلى أن نلتقي
لكم منا التحية والسلام.